يا مساء الكورة. طبعا كلنا شفنا مباراة الديربي امبارح بين الاهلي والزمالك اللي الاهلي قدر يكسب فيها ويكتسح الزمالك ب4 اهداف مع الرأفة مقابل هدف وحيد للزمالك. كولر بيبدع فعلا واكنه قاري المباراة وعارف اسوريو بيلعب ازاي ولعب على نقط الضعف اللي عنده، واسوريو بيفشل في الامتحان وبيغلط في التشكيل في الشوط الاولاني، وكان هيدفع ثمنه بنتيجة كارثية كانت ممكن تسجل الاهلي اكتر من 6 اهداف. وزي ما اتكلمنا كده امبارح في مراجعة ليلة القمة، لو انتوا شفتوا الفيديو اللي فات هتلاقينا كنا بنتكلم ان مشاكل الزمالك عنده مشاكل كبيرة في الدفاع خصوصا في عمق الملعب، ودي اللي الاهلي ممكن يستغلها. شفنا كتير قوي حسين الشحات وتاو هما. تاني حاجة الزمالك عنده مشكلة فيها هي الارتداد الدفاعي للوينجين حتى اللي بيلعبوا عنده. انت لو ضربت كمان اول خط الزمالك عامله بتلاقي نفسك اتحولت لانفراد منها. سلاح التسديد كمان هيكون مهم لمشكلة عمق الملعب اللي عند الزمالك. كلنا شفنا تقريبا اي حد كان بيتفرج على الزمالك كان عارف المشاكل اللي عنده، واسوريو كمان صعبها على نفسه بعدم اللعب بارتكاز صريح، سواء بقى هتلعب برو او عمر جابر، حد منهم على الاقل في اول المباراه. وكنت اشوف كان لازم تبدا بالاثنين في اول المباراه، لانه فتوح وحاتم سكر الاثنين مع هما مش بيلعبوا اصلا خط النص، ده واحد بيلعب باك ليفت والتاني برضو بيلعب باك ليفت، فانت ظلمت الاثنين في الطريقه دي. ممكن يكون اسوريو مدرب كويس وهو فعلا عنده افكار وبيحاول ان هو يطور، بس انا من نظريه ان ما دام انا جاي في نص الموسم ومش دي اللعيبه اللي انا مخترتها ولا دي الكواليتي اللي انا عايزه، انا بحتاج ان انا اطوع الطريقه على اللعيبه اللي موجودين، لانه مفيش وقت بصراحه ان انا اقعد احفظ اللعيبه وابقى منتظر نتائج، الا لو هو الزمالك قايل له لا جرب وتمام، احنا كده كده خسرانين الدوري فتمام انت جرب عشان تبني عليها للموسم الجديد. ولعل خساره اسوريو امبارح تكون هي جرس انذار، لازم تغير الطريقه او لازم في الموسم الجديد تختار بقى لعيبه بتماتش الكواليتي اللي انت عايزها. زي كده ما كولر يمكن في البدايه كان عنده افكار كويسه جدا، بس كان عنده مشكله انه بيبتدي يهاجم كتير وبيسيب الدفاع لحد ما قابل صن داونز ولعب في كاس العالم للانديه، عارف ان الطريقه لازم يعدلها، عمل فيها تريكه واحده قدرت فعلا تنجح وخلى الاهلي دلوقتي افضل دفاع. فهو ده الاختبار اللي عند اسوريو. وتعالى اوريكم بقى هل ده فعلا اللي حصل في المباراه ولا لا. انت لو بصيت اهداف الاهلي ال3 كلهم ملعوبين نفس اللعبه، عارفين لو ورقنا وقلمنا عشان نقعد نذاكر. اول هدف من الاهلي هو لونج باص اللي برضو اتكلمنا عليه ان كولر بيحب يعمله، كان لازم اسوريو يبقى دارس ده. لونج باص من الشناوي في عمق الملعب اللي فاضي بس مفيش حد اصلا تقريبا فيه، بيقطع الدفاع بتروح لحسين الشحات اللي هي عارف ان هي هتتحط له هنا، لان دي كانت تعليمات تقريبا من كولر اللي هي اتنفذت اكتر من مره. اللونج باص من الشناوي، حسين الشحات والله نينجا فعلا، وبيثبت ان هو افضل لاعب في السيزون ده في الاهلي بلا منازع. تطور كبير جدا حصل له، وطبعا فينيشنج حسين الشحات والهدف الاولاني عارف لو بسم الله الرحمن الرحيم، والهدف الاول للنادي الاهلي. بعديها على طول كانت في تسديده لقفشه، بس بص التمريرات اللي حصلت، كم تمريرات كتير مرت لقفشه، برضو العمق فاضي ما فيهوش اي حد، قفشه بكل سهوله بيسدد، وكانت ممكن الزمالك يبقى خسران هدفين في اول 4 دقايق. والهدف التاني انت بتشوف فاول لمعلول، بص معلول في العمق، وكولر اصلا كان بيقول لهم خليكوا في العمق، وحسين الشحات خدها واتحرك وكل الناس واقفه تتفرج عليه اللي هو انت هتلعبها. حسين الشحات بوم التاني، وبعد كده معلول بيضيف التالت عشان يعني هو كمان ملوش نفس يسجل، وكأن الاهلي كان متمرر على التسديدات زي ما اتكلمنا، هو كان بيجربها في ماتش الاتحاد وفعلا نجحت معاه، وده بفضل دفاعات الزمالك والخطه بتاعت اسوريو ان مفيش حد في التمركز، وكمان محمد صبحي. زي ما قلنا كمان ان الزمالك عنده مشكله في الارتداد الدفاعي، انت كنت بتلعب ب5 لعيبه فوق في الهجوم زي ما هنشوف، ال5 كلهم ولا حد فيهم عارف يعمل الضغط. مثلا انت بتضغط على الاهلي عشان تمنعه من بناء اللعب، تقطع مثلا الكوره فتجيب هدف ولا اي حاجه، هما واقفين ما بيضغطوش وفي نفس الوقت ما بيدافعوش، فانت خسرت الاثنين. وعلشان كده الزمالك الشوط الاولاني ما فيش غير كوره واحده هي بتاعه نيمار اللي هو تقريبا اتفاجئ ان هي جات له. الاهلي كمان كان بيحاول ان هو يركز، كنت هتلاقي دايما ديانج وقفشه عاملين ادوار دفاعيه، ديانج كان عنده اكتر من ميس باص، بس ادوار دفاعيه هايله جدا، هم دايما موجودين في عمق الملعب. بتشوف كور قفشه بص فين، على خط تقريبا عند الشناوي، وهو اللي بيمنع ان الهدف ده يجي، ودايما بيضغط
وكولر كمان كان بيفكر ان انا مش بس هضغط واخد الكوره، لا ده انا هضغط واخد الكوره واعمل كاونتر اتاك عليك. زي ما شفنا كده ديانج بيضغط على فتوح، ديانج كمان كان واخد تعليمات انه يفضل مع فتوح، زي ما قلنا ان في حد لازم كولر يكلفه انه يفضل مع فتوح ويمنعه من بلاء اللعب. ده اللي حصل فعلا، ضغط عليه واخد الكوره ولعبها الكهرباء. كهرباء لو بس كان ركز فيها انفراد لحسين الشحات. تاني مرة برضو خطأ في التمرير، قفشه ابتدى يضغط وابتدى ياخد المساحة وعارف بقى رايحين انفرادات خلاص. لو كنت بس فكرت يا قفشه انك تلعبها سريعة لحسين كانت عملت انفراد، لكن يمكن قفشه لف ورجع تاني. ونفس الافكار قلنا ان كولر بيلعب عليها اللونج باص. الفكرة الثالثة لعب اللونج باص لحسين الشحات. بص الكهرباء بيقول له هات جون هات جون، كهرباء يجيب الجون، لا ما جابهاش، ويعني كانت عايزة انت عملت كل حاجة زقها ازيد شوية. ونفس الفكره حسين الشحات بس المره دي مش لونج باص، بيديها الكهرباء على طبق من فضه. كهرباء كان متسلل، كهرباء محتاج كمان يشتغل اكتر في الناحيه دي، والفينشنج بتاعه الفينشنج بتاعه كويس، بس محتاج هو وشريف الفينشنج يستغلوا فرص اكتر من اللي بتجيلهم. ويمكن الشوط الثاني وده اللي بلوم عليه في لعيبه الاهلي، انه لازم ما كنتش يحصل لك حاله تراخي، لان الزمالك لو كان ضغط كان ممكن يسجل اكتر. ما ينفعش انت قدام نتيجه تاريخيه. افتكرت كده مانويل جوزيه لما كانوا بيقولوا لك كسبين 4 الشوط الاولاني وكان داخل بيزعلوه ما بين الشوطين، ما ينفعش ده. هو ده برضو اللي كان لازم يحصل. انت كنت قدام نتيجه تاريخيه، دوس للاخر، دوس بنزين. بس يمكن لان المباراه خلاص الاهلي خد الدوري واللعيبه كانت خلاص، فاللي هو يعني لا هنلعب بقى الاداء التجاري ده. واسوري ابتدى فعلا يصحح ونزل 4 تغييرات، لكن كان فات الميعاد وبقينا بعاد. كان عنده فعلا اكتر من هجمه. في هجمه عملها طارق لعمر جابر للجزيري، الشناوي طلع تألق فيها. هجمه تانية كانت تسديده لزيزو وضربه الجزاء. وكنت حاسه امبارح المباراه الاهلي فيرسس زيزو، هو زيزو يجابه وحيدا، هو يمكن وفتوح اللي كان بيحاول. وشريف في اخر المباراه كده قال لك ابدا انا بص ممكن اكون بضيع فرص قدام كل الفرق، لكن قدام الزمالك هدف الاهلي كمان الرابع حلو جدا. ابتدى نشوف في الفتره الاخيره ازاي الاهلي بيعمل استحواذ وعدد من التمريرات. هدف الاهلي جاي من 18 تمريره من ديانج لشريف، فينشنج حلو جدا. طب يا شريف نقول لك ان كل المباريات الزمالك فعلا في لعيبه بتكون محظوظه بشكل كبير على فرق اكتر من فرق تانية. لسه طبعا مستنيين كريستو، لسه لاعب صغير لسه محتاج يتطور اكتر، وطاهر لسه المكنه بصراحه محتاجه تشتغل اكتر من كده. لكن في العموم الاهلي قدم مباراه رائعه وبالذات الشوط الاولاني، وفعلا بيثبت ان هو بيستحق الموسم ده عن جداره كل البطولات، وان كولر هو فعلا افضل صفقه الاهلي عملها السنه دي. حاجه اخيره بس، احنا محتاجين عبد المنعم، عارفين كلنا ان هو افضل مدافع في افريقيا وهو المستقبل اللي جاي، بس محتاج عبد المنعم في مباريات ما يتمش استفزازك، تفضل محافظ على هدوءك، بلاش الثقه الزايده. في كوره في الدقيقه 54 هو والشناوي كان بيتصارعوا مين هيخلي الزمالك يجيب جون، ها يلا مسابقه الموسم اللي هو الشناوي بيلعبها اخطا فيها، خلاص تمام ما تقولش مزوده يا عبد المنعم. وكان اكتر من مره يعني هيتشابك مع اكتر من حد بسبب ده. لكن انا الصراحه مش مع اللقطه اللي اسوري راح كلم فيها عبد المنعم وقعد يقول له لا وما كنتش تعمل كده بالكوره. هو انتوا شايفين فعلا ان اللقطه دي لقطه استفزازيه ولا شايفينها لقطه عاديه جدا؟